سمعت قبل كده عن حاجه اسمها المشروب البنفسجي، وده عباره عن دواء كحه مع سبرايت بيبقى لونه بنفسجي وبيتقال عليه اسم لين. وناس كانت مفكره ان مشروب بيتشرب كده في الحفلات وحاجه كده فن، بس للاسف ده ممكن يحول حياتك لكابوس. ودي قصه التيك توكر اللي شربه وانتهت حياته كلها في خطر. شاب مشهور على التيك توك نزل مع اصحابه كده وجرب المشروب ده في حفله من الحفلات، وقرر انه يشرب لتر كامل من اللين. وللاسف صاحبنا المسكين ده كان مفكر انه عصير، لكن بعد فتره صغيره دخل في غيبوبه وقلب وقف في عربيه الاسعاف وحياته اتحولت لجحيم. اللين او المشروب البنفسجي عباره عن خليط ما بين الكودايين والبروميثازين، واللي ما يعرفش المواد دي بتخش في تصنيع ادويه الكحه وأدوية لأمراض تانية خطيرة. لكن الناس عملت حركة في قمة الغباء، بقت تستهلك الأدوية ديت بطريقة غلط، لأن فيها نوع من أنواع التخدير وبتدخلهم في حالة من حالات الإيفوريا. وللأسف الاستهلاك الغلط ده ممكن يسبب إدمان ويضر المخ، وفي حالات كتير ممكن يسبب الوفاة. نرجع لصاحبنا المسكين واللي بدأت كل حاجة معاه من غلطة صغيرة عملها في حفلة من الحفلات. بعد أول تجربة ليه من المشروب ده ما كانش قادر يعيش من غيره، ونشر فعلا الخبر ده على التيك توك وخلاه فايرال. ما كانش بيعدي أي يوم غير لما يستهلك كمية كبيرة من المشروب ده، وده كان بيخليه يتشهر على التيك توك، بس في الناحية التانية كان بيدمر حياته وأعضائه من جوه. وغلطته كانت غلطة واحدة، لما خلط أدوية المضاد الحيوي مع المشروب ده خلى يبقى فيه حمل زيادة على الكبد بتاعه، وحول الكودايين اللي في المشروب ده لمستوى مميت من المورفين، والنتيجة كانت تلف دائم للمخ بتاعه، وللأسف ودع الحياة. في الآخر عايز أفهمك إن مش أي حاجة تشوفها على النت تجربها، زي اللين أو المشروب البنفسجي ده، ولو في الأصل كان عبارة عن خليط ما بين سبرايت ودواء كحة، بس استهلاكه بكميات كبيرة عمل خطر حقيقي في حياة الشخص اللي جربه. ففي الآخر شير الفيديو وعرف صحابك وانصحهم، واوعوا تجربوا اي حاجه تشوفوها على النت، لان انت ممكن ما تدمنش الماده ديت وغيرك يدمنها بسبب تجربه او غلطه بسيطه تعملها. ولو عرفت حد عنده مشكله زي ديت يا ريت تساعده فورا قبل ما يفوت الاوان.